بص معاك كويس، انت النهارده مديون والحكومه مديون والاقتصاد العالمي غرقان في الديون وماكينه الطباعه دي موجود والورق موجود والحبر موجود. طب ليه ما نطبعش فلوس لان اللي حصل لالمانيا لما عملتها الناس كانت بتشتري رغيف عيش بعربيه مليانه فلوس، ولما عملتها زيمبابوي وطبعوا ورقه قيمتها 100 تريليون دولار زيمبابوي كانت بتشتري بالطين بس. في الدقايق الجايه هتعرف ليه الفلوس الكتير هي أسرع طريقة لتغيير أي شعب في تاريخ، وهتفهم الفرق بين الدول اللي خربت اقتصادها واللي نجح. جاهز؟ يلا بينا. تعالوا نتخيل مع بعض جزيرة صغيرة، الجزيرة دي فيها بالظبط 10 تفاحات، والناس اللي ساكنين فيها معاهم في جيوبهم مجموع 10 جنيهات. سؤال: التفاحة الواحدة بكام؟ بجنيه واحد. طب قررنا نطبع 10 جنيه زيادة ووزعناهم بقى معاهم 20 جنيه، التفاح اتضاعف؟ لا، لسه 10 تفاحات بس. النتيجة: الناس بدأت تتنافس على نفس التفاح، وصاحب التفاح رفع السعر ل2 جنيه. انت عندك ضعف الفلوس بس تشتري نفس الكمية، جيبك اغنى على الورق وافتقر على ارض الواقع. ده هو التضخم ببساطة. القوة الشرائية لجنيهك قلت 50%، مش لان البنك سرق، لكن لان الفلوس اللي اتطبعت مفيش مقابلها انتاج حقيقي بيغطيه. الموضوع ده مش نظرية في كتاب اقتصاد، ده حصل فعلا وكانت كارثة. في المانيا سنة 23 بعد الحرب العالمية الاولى، المانيا خسرت الحرب واتطلب منها تعويضات ضخمة جدا. قرارها ان احنا نطبع المارك الالماني. النتيجة: الاسعار بتتضاعف كل كام ساعة. المرتب اللي الموظف بياخده الصبح ما بيكفيش ان هو يشتري حاجة اخر النهار. الناس كانت بتشيل الفلوس في عربيات، مش عشان غنية لكن عشان الاوراق كانت ارخص من الالعاب، والاطفال كانوا بيلعبوا برضم الفلوس كانها مكعبات. زيمبابوي في 2008 زيمبابوي طبعت ورقة نقدية بقيمة 100 تريليون دولار زيمبابوي، ورقة واحدة بس، والورقة دي كانت بتجيب لك بالطين بالظبط مش اكتر. ليه؟ عشان الانتاج انهار والدولة طبعت فلوس من غير اي غطاء نقدي حقيقي. الخلاصة التاريخية ان كل مرة دولة طبعت فيها فلوس من غير انتاج يغطيها النتيجة كانت واحدة بس: دمار اقتصادي تام. هتسألني وتقول لي طب ليه امريكا واوروبا بيطبعوا ومش بيتحرقوا؟ سؤال ذكي وناس كتير بتسأله. احنا بنسمع كل سنة ان الفدرالي الامريكي او البنك المركزي الاوروبي بيضخوا مليارات. طب ليه اقتصادهم مش بينهار؟ الجواب: في فرق ضخم بين نوعين من الطباعة. النوع الاول الطباعة التمويلية، ودي محرقة الاقتصاد، ان انت بتطبع فلوس عشان تسدد ديون جري او تمول مصاريف حكومة على طول. النتيجة: تضخم مباشر عشان الفلوس دخلت الاقتصاد من غير اي مقابل انتاج. النوع التاني التيسير الكمي، وده اللي الدول الكبيرة بتستخدمه عشان تضخ سيولة في البنوك عشان تشجع الاقراض والاستثمار. الهدف ان الانتاج يزيد مع الفلوس. لو الانتاج زاد بنفس نسبة الفلوس الاسعار بتفضل مستقرة. وعندهم ميزة تانية كمان، ان الدولار عملة احتياطية عالمية، العالم كله محتاج، فجزء كبير من الطباعة بيمتص دوليا. لكن وده مهم جدا ان حتى ده له حدود. شفنا التضخم اللي ضرب العالم كله بعد 2021 وازاي الاسعار طلعت حتى في اقوى اقتصادات الدنيا. الطباعه الزياده دفعت فاتورتها في الاخر. الخلاصه: الثروه الحقيقيه لاي دوله مش في عدد المطابع، الثروه في المصانع والمزارع والتكنولوجيا والانتاج البشري. الفلوس مجرد وسيله لتبادل الثروه. تطبع الوسيله دي من غير ما تزود الثروه الحقيقيه يبقى انت بتهدم اقتصادك بايدك. دلوقتي عايز رايك انت، اكتب لي في الكومنتات. كنت فاكر ان طباعه الفلوس ممكن تبقى حل؟ وانهي دولة من اللي اتكلمنا عنهم لفتت نظرك اكتر؟ انا لا عارف، وديني قلت لك.